السلام عليكم ومرحبا بكم في شوات كوزينتنا. قبل ما غادي نبداو الفيديو ديال اليوم ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه وكذلك انكم تضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وفرجه ممتعه. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون هو عباره على بغاوني. غادي نحتاجو في المكونات ديالو 3 الحبات ديال البيض، 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال الكركاع، 50 غرام ديال الدقيق في واحد القبيصه ديال الملحه. غادي نحتاجو 200 غرام ديال الشوكولات الاسود اللي كيكون من النوع الجيد و150 غرام ديال الزبده. اول حاجه غادي ندير هي هاد الزبده والشوكولات يذوبوا في حمام مريم. غادي ناخذوا لو سيركل، كنفضل انني نطيب لي بغاوني في لو سيركل كيجيو احسن. ناخذوا كنديروه على 20 ما بين 18 حتى ل 20 سنتيمتر. كناخذ هنا ورق ديال الالومنيوم، غندير فوقو الورق ديال الطهي، كنحط هكا لو سيركل وكنبدا كنزير عليه بهذا الشكل كيف ما ملاحظين، باش كنسد هاد لتحت باش ما يخرجش ليا الخليط. نزيرو مزيان. غادي دابا ندوزو نحضروا البراوني. بالنسبه للشوكولات ملي كيذوب كنحطوه على جنب باش كيدفى. لو سيركل وجدتو غلفتو مزيان، زيرت ليه هذوك الجناب بالالومنيوم. الكركاع بعد ما سخن واحد شويه قطعته طريفات، والفران شعلته حتى هو كيسخن. غادي نبدا دابا ان شاء الله. بسم الله. هنايا عندي 3 حبات ديال البيض، غادي نضيف عليهم 100 غرام ديال السكر وغادي نخلطو غير بالفوي هكا خفيف. البراوني الا بغينا نجيوه معلك يجينا معلك، ما نطربوش البيض فحال الكيكه. غادي نضيف الدقيق والقبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف الشوكولات اللي كيكون دفا. من بعد ما كنخلطوا الشوكولات كيف ما ملاحظين الخليط كيبدا كيتقال واحد شويه. غادي نضيف دابا الكركاع، بعد ما كنخلطوا المكونات غادي نفرغوه في لو ساك اللي حضرنا، وغادي ندخلها للفران يطيب على نار اللي كتكون ما بين مهيله ومتوسطه، ما تكونش مرتفعه بزاف. ما نطيبوش بزاف، تقريبا 25 دقيقه هكاك. المهم كيبقى الطياب على حسب كل فران. خصنا ما نطيبوش بزاف باش ما يجيناش ناشف ويجينا معلك. وكيف ما ذكرت في فيديوهات سابقه انا عندي فران ديال الغاز، دائما كنعلي هاد لي كيك وهاد النوع ديال الحلويات بواحد الشبكه باش ما كنحطهمش مباشره منهم الحديده ديال الفران وكيطيبوا على راحتهم. البغاوني بعد ما دخلته الفران على نار كيف ما ذكرت لي كتكون ما بين متوسطه ومهيله، خليته تقريبا ما بين 25 هكاك حتى 30 دقيقه. كنخرجوه من الوسط كيكون واحد شويه باقي هنايا شويه بحال اللي كيبان لينا كيتحرك. هذا في حاله الا بغيناه يكون معلك البغاوني، هو هكا كيكون احسن وكيكون ألذ. ما نخليوش يطيب بزاف باش ما ينشفش. غادي نخليه دابا حتى يبرد واحد شويه قبل ما غادي نحيد ليه هاد لو سيركل. هنا برد عندي واحد شويه، غادي نحاول ندوز واحد العود هذا غير باش ملي نبغي نحط لو سيركل تكونش شي بلاصه لاصقه. وكيف ما كتلاحظوا كينزل لانه هو ما فيش خميره. غادي نحاول نحيد هاد الالومنيوم والبابيي وكنحاولوا نحلوا لو سيركل
غير بشويه لا تكون شي بلاصه لاصقه حتى كنحيدوه. وهذا هو الشكل كما ملاحظين. داكشي علاش بصح كنديروا ما بين 18 حتى 20 سنتيمتر باش ما يجيناش الاطار كبير بزاف على هاد المكونات، ومن بعد غتجينا واحد البغوني غير رقيق بزاف. غادي نهزو نحطو في الطبق ديال التقديم. نو بالسكر كلاص، اما كنخليوه حتى كيبرد تماما عاد كنقدموه كيكون لذيذ، اولا كنقدموه هو دافي مع واحد الكره ديال لاكلاص، كيبقى على حسب المتوفر عندكم وحسب الذوق. ان شاء الله انا غادي نقدموا الكوتي، غادي نقدموا دافي مع عصير وكذلك مع اون بول دو كلاص. غادي نقطعوا لكم تشوفوا كيفاش داير من الداخل. غادي نحاول ندير على شكل مربع. كيف ما ملاحظين لانني ما طيبتوش بزاف. الا كتفضلوه هنا كيجي فحال الكولون شويه، كيجي فوندون. الا كتفضلوه يكون طيب كتزيدوا في المده ديال الطيب، يعني كتبقى كلشي على حسب الذوق كما ملاحظين. غادي نقدموا بهذا الشكل هذا. هو مع مازال باقي سخون، لاكلاص غادي تذوب عليه. نتمنى ان هذا الاقتراح يكون نال اعجابكم، ودائما ما تنسوش انكم تشاركوا معي في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد، وبصحه وراحه.